ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. هي جاية متأخرة. واسفة على الفيديو بتاع العيد اللي انا ما نزلتهوش لاني كنت تعبانة جدا وما زلت تعبانة، ادعولي. ده كده اللوك للمبتدئين، للبنات اللي بتحب الميك اب وحابة ان هي تتعلمه بكل سهولة. اول حاجة عملتها رطبت بشرتي بالمرطب بتاع بنسينول. المرطب ده تحفة وحلو قوي لجميع انواع البشرة برضو، وممتاز يعني بصراحة. اخدت بعد كده الباليت بتاعت الارواش دي، عندي بصراحة من زمان قوي ومش عارفة اسمها ايه، بس هي موجودة في كل المحلات بتاعت الميك اب وممكن تلاقيها اونلاين برضو. اخدت منها الدرجة اللي هي على اورنج كده، وابتديت ان انا اكنسل بيها كل التصبغات اللي عندي. دي بديل الكوريكتور يعني. تمام. لان انا بشرتي مجهدة جدا وبايظة خالص، يعني حرفيا فيها حبوب وفيها قشور، فبشرتي فعلا متدمرة. بعد كده اخدت الفونديشن بتاع مايت سينما اللي هو الباندا، وبعد كده درجتي فيه دي 104. هبتدي ان انا اخده بصبعي كده عشان انا عايزه الكفر يبقى عالي، لان انا بشرتي زي ما قلتلكم مجهده، فحابه ان الكفر يبقى عالي. وهبتدي ان انا ادمجه برضو بصوابعي، وبعد ما اخلص دمجه وان انا افرده على البشره همشي برضو عليه بالبيوتي بلندر علشان لو في زياده اوفر البيوتي بلندر تمتصها معايا. تمام. اللوك بتاع النهارده سهل جدا، مفهوش اي جليتر ومفهوش اي شادو. كل اللي احنا هنعمله هو رسمة ايلاينر عريضة، وهنسحب العين، هنفتح العين شوية للي عينيهم ضيقين والعين المبطنة. تمام. العدسات بتاعتي دي من فريش ليدي، بس انا غيرتها لان حسيت ان هي مش لايقة مع اللوك، فبعد كده هلبس العدسات بتاع ديسيو. هبتدي بقى ان انا ادمج كل اللي على البشرة دوت عشان البشرة تسحب اي زيادة. الفونديشن كان باين في الكاميرا ان هو فاتح قوي، بس بالعكس هو درجتي، في الحقيقة هو درجتي. تمام كده. انا دمجته كله. بعد كده خدت العجله بتاعت وهاخد منها الدرجتين دولت بتوع الكونتور، وهعمل لهم كده ميكس مع بعض، وهبتدي ان انا احطهم في الاماكن اللي عايزه احط فيها الكونتور. حابه ان انا اصغر القوره شويه فكترت فيها، وهنزل بقى كده لتحت ان انا احاول ارفع وشي شويه. وهعمل برضو عند النوز. اسفه على صوتي. عايزاكم تدعموني بجد يا بنات، وما تنسوش اللايك، اهم حاجه اللايك، عشان اعمل لكم لوكات الفتره الجايه بجد تحفه ان شاء الله. كده في لوك، في كذا لوك كده في دماغي حابه ان انا اعمله لكم، وانتوا اكتبوا لي برضو حابين لوكات ايه وانا هعملها لكم، واسالوني على اي حاجه هرد عليكم. بس تعملوا لايك وانتوا يعني اي حاجه عايزينها او عايزين تستفسروا عنها اكتبوا لي في الكومنت وانا هرد عليكم. اخدت الكونسيلر دوت بتاع فيتمي، الدرجة بتاعته على اصفر كده شوية، فحلو قوي للكنسالة برضو بتاعت الهالات. هبتدي احطه كده كاضاءة. حطيت تحت العين وهحط في الاماكن بتاعت الاضاءة يعني، وهحط تحت الخط بتاع الكونتور بتاع الخد. وحطيت برضو هنا عند النوز. زي ما قلتلكوا بصوا بشرتي متدمرة حرفيا، حبوب ومش عارفة ايه اللي طلعلها فجأة كده. انا اصلا بشرتي ما كانش بيطلعلها الحبوب دي خالص. هبتدي بقى ان انا اعمل بلاند كده على كل اللي انا حطيته، يعني الكونتور والاماكن اللي حطيت فيها اضاءة. وعايزة اقول لكم لو انتي الفونديشن فتح معاكي بقى جايب فتح درجة او درجتين عن بشرتك، تقدري انك تغمقي بالكونتور. والعكس بقى، يعني لو الفونديشن اغمق من بشرتك بتقدري تفتحيه بالهايلايت اللي هو زي الكونسيلر. يعني الهايلايت دوت اصلا كونسيلر، بس كونسيلر فاتح عن لون بشرتك. اخدت برضو الباكت بتاعت الارواش دي، وخدت منها كده درجات ان هي بدل البلاشر، يعني بدل البلاشر والتنت فدي بديل.
الميك اب مش قانون بتمشي عليه. الميك اب انتي بتعرفي توظفي كل حاجة حسب ما انتي عايزة، والالوان دي انتي بتقدري تلعبي فيها زي ما انتي عايزة برضو، بتوظفي كل حاجة حسب ما انتي عايزة. هو ملهوش قوانين وملهوش ان هو دوت يعني بتاع العين هو ده بتاع العين. لا، احنا ممكن نستخدم كذا حاجة واحنا نوظفها زي ما احنا عايزين. اخدت الباليت دي بقى علشان انا ما عنديش الدرجة دي اللي هي درجة شعري، فعملت الحواجب. انا سرحت الحواجب، وبعد كده اخدت الدرجة دي من الباليت بتاعت مايت سينما. الباليت دي قديمة شوية. خدت منها الدرجة دي لقيتها اقرب درجة للون شعري، فهبتدي ان انا امشي كده بيها وهتديني نفس الدرجة يعني اللي انا عايزاها، هتبقى قريبة منها قوي. انا يا دوبك هاملة كل الفراغات اللي في حواجبي زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا على قد ما اقدر ان انا اخلي نفس درجة الحواجب زي ما انا عايزة. هجيب برضو نفس الكونسيلر بتاع فيتمي، وهبتدي ان انا انضف بيه تحت الحاجب عشان لو في اي زيادة او حاجة. والحركة دي بتخلي شكل الحواجب معايا شارب اكتر، وبيبقى شكله منظم كده وبتسويهم زي بعض. ولو في اي زيادة نزلت منك من الباودر او الجل او كده، بتقدر ان هي تسويهم. اخدت الباليت بتاعه البلاشر والبرونزر دي، واخدت منها درجة كده. انا قلتلكوا في اول الفيديو ان احنا مش هنعمل اي اي شادو، انا حبيت بس ان انا ادي لون بسيط خالص للجفن عندي، لان انا زي ما قلتلكوا ان انا بشرتي مرهقة، فحبيت ان انا ادي بس كده يعني زي تنويرة بسيطة. بس انتي تقدري ان انتي ما تحطيش اي شادو، وهيبقى احسن طبعا انك ما تحطيش اي شادو. هاخد بقى اللي هو الايلاينر ده بتاع كارات، وهبتدي بقى ارسم ايلاينر عريض. انا هعرضه من ورا بس مش هطلع بيه للعين كلها عريض، يعني انا هبقى من ورا عريض، وبعد كده يعني هنزل بقى لبقية العين لحد المدمع رفيع. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا امشي بخط رفيع جدا لحد المدمع، وهاجي من عند اخر رمش من الرموش السفلية، وهطلع بالخط اللي انا عملته لفوق، وهسيبه مفتوح لان الحركة دي زي ما قلتلكوا هتوسع معايا العين جدا، وهوريكوا هنعملها ازاي دلوقتي. بعد كده هتجيبي اي قلم اسود عندك، كحل اسود، وهمشي بيه على خط الرموش من تحت، خط رفيع جدا بنفس الطريقة دي. الحركة دي بتوسع معايا العين جدا جدا. تمام. انتي بتمشي بخط رفيع قوي. وبعد كده خدت من الباليت دي بتاعت مايت سينما برضو اي لون اسود، من اي باليت عندك اي لون اسود، وهتاخدي منه وهتبتدي ان انتي تموهي الكحل اللي انتي حطيتيه. اولا بتثبتيه بالبودر علشان الكحل كريمي، فلازم تثبتيه بالبودر. وثانيا ان احنا بنموه اللون، ما بنخلوش ان هو واضح قوي كده، بنموهه باللون الاسود. هتشوفوا هيبقى عامل ازاي. واخدت الكحل الابيض دوت من ان وهبتدي احطه كده على كامل العين، وهطلع بيه على الخط اللي انا وريتهولكوا اللي انا سايباه بتاع الفراغ بتاع الايلاينر. الحركه دي بتفرق جدا وبتوسع العين قوي. انتوا هتشوفوا منظر العين بقى عامل ازاي، وهتشوفوها اكتر لما احط اللاشز. انا كده هبتدي بس ان انا احط ماسكارا علشان لما اجي احط الرموش ما يبقاش فيه فراغ ما بين رموشي العادية والرموش اللي انا هركبها. كنت بصراحة حابة احط رموش نص رمش، بس ما لقيتوش ان هو يبقى حلو، فحطيت رمش كامل. هبتدي بس اعمل اضاءة صغيرة قوي عند مدمع العين، هحط كده بالهايلايتر كده اضاءة بسيطة، وهنور برضو تحت الحاجب عشان الحركة دي بتفرق جدا وبترفع معايا شكل الحاجب. وعملت مدمع العين حاجة بسيطة قوي برضو. وما تنسيش تحطي ماسكارا في الرموش السفلية عشان بتفرق.
بتفرق خالص في اللوك. وابتديت اخد اللون اللي هو على برونزر دوت واعمل بيه الكونتور الكريمي. هو تقل معايا شوية بس انا هخففه. قولولي انهي عدسة احلى. انا شايفة العدسة بتاعت دي سيو دي علشان حاساها احلى مع اللوك بكتير. بعد كده هاخد بقى الدرجة اللي هي البلاشر دي وهنفضها لان الباليت دي بجد البيجمنت بتاعها عالي قوي. انا بصوا حاسه ان انا طينت الدنيا بس عدلتها بعد كده. هبتدي بقى احط كده البلاشر وبعد كده هاخد الباليت دي الكومباكت باودر وابتدي ان انا بقى احدد كل اللي انا عملته الكونتور وانضف من تحت العين عشان انور تحت العين. الحركه دي بتفرق جدا في الميك اب. اللوك دوت زي ما قلتلكوا هو سهل جدا مفهوش اي تريكات صعبه وبالخطوات هتتعلميه بسرعه ان هو مفهوش اي تريكات صعبه. وبعد كده هاخد الهايلايتر ده بتاع زبال هحط اضاءة خفيفة عشان انا حابة اللوك يبقى مط ما يبقاش فيه حاجات كتيرة قوي اوفر. اللي هو بتاع زبالم الهايلايتر بتاع زبالم ده خفيف يعني يمكن مايت سينما اقوى منه. هاخد بقى القلم اللي هو التحديد دوت بتاع ام ان برضو ده رخيص جدا ب7.5 وهو لونه بني كده هحدد بيه شفايفي. هحدد بيه الشفايف كده وهاخد الدرجة دي 205 من مايت سينما برضو الدرجة دي تحفة. بصوا خطيرة بجد بس انا مش هسيبها كده بصراحة انتي حابة تسيبيها كده تمام. انا هعمل تريك كده هتشوفوها دلوقتي وهتفرق جدا في اللوك وبتدي شكل حلو قوي يعني كأنك حاطة ليب جلوس فيه جليتر وكده يعني حركة حلوة قوي. هاخد بقى الهايلايتر كده وهاخد بالبروش كده بصوا وهحطه على الروج وهو لسه ستيكي كده قبل ما ينشف. بصوا بقى هتفرق ازاي فظيعة بجد بجد فظيعة كأنك حاطة جلوس. وكده اللوك قبل ما احطله الاستراس حبيت بقى اعمل تركية كده احط استراس بس من تحت من عند الرموش السفلية من تحت هتشوفوها دلوقتي وقولولي انهي احلى كده ولا كده. وكده الفيديو يكون خلص يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. وشكرا قوي لو تابعتيني لحد هنا.